بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا يَذَّكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
نشورا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، الحمد لله على آلائه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمد امرئ أخلص في أدائه، نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه. المصطفى سيد كل عبد. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن الله فرد يعبد، أشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسوله المتمم المجدد، وكل من صدقه فهو مخلد حقا في جنان الخلد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليه ربه وسلم
وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل هاد في الورى وكل هاد في الورى ومجدي حتى إلا ما روضه الشريف بعفو شديد مع صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. لا إله
نشكو ونعاك لا تهمك من سواه أبدا إنما يسقيك من قد زرعك لا إله والصلاة على مولاي رسول الله لا إله إلا الله 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 والصلاة على مولاي رسول الله القلب الشهيد المضنى لمغناكم يعود وشمس الحضرات الحسنة وفي بالشمول وشمس الحضرات الحسنة وفي بالشمول كواو في جمرات الحب فؤاد المستهان وخاطبي فيه مخاطبي وقد شاب الغرام وخاطبي فيه مخاطبي وقد شاب الغرام ودمعي والضلال ينبي عني واجر الضرام وفيهم قبل سلبي ويوطال الصدور وفيهم قبل سلبي ويوطال الصدور ألا يا حدي الراكب فأوجد للطريق وسر بالله بقلبي إلى أعلى رفيق وسر بالله بقلبي إلى أعلى رفيق وإن وفسد الحب فخيم بالعقيق وشفع بذوي القرب عسى حبي يجود وشفع بذوي القرب عسى حبي يجود وخذ بالمغرم الصابر أعتاب الكرام عسى أن يرحموا صافي دموعا من سجام عسى أن يرحموا صافي دموعا من سجام ويرضوني على عيبي بذاك المقام ويجلو وصلهم كربي ويحلو للورود ويجلو وصلهم كربي ويحلو للورود ويرضوني على عيبي بذاك المقام ويجلو وصلهم كربي ويحلو
الحجرة النبوية يلقي سيدي أبو الزهراء يلقي نظرة عليا يلقي نظرة عليا لهم روحي لهم روحي لهم ويا قلبي لا تسلهم ويا قلبي لا تسلهم الحجاز حول على المدينة حول على المدينة بلغ سلامنا لطه بلغ سلامنا لطه بلغ سلامنا لطه قل له يرضى علينا روحي لهم روحي لهم ويا قلبي لا تسلهم ويا قلبي لا تسلهم والله لرحل وجاوير تحت شوبكك أسهار تحت شوبكك أسهار لمضي ليلي ونهاري بين الروضة والمنبر بين الروضة والمنبر لهم روحي لهم عيني لهم ويا قلبي لا تسلهم ويا قلبي لا تسلهم شملوني بغنمهم حملوني العصايا حملوني العصايا واحرموني يوم الليل واحرموني الله 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 قالوا تداوى بالعيون من الجواب فقلت عيون الحب راحي وراحتي وقالوا تداوى بالعيون من الجواب فقلت عيون الحب راحي وراحتي حبيب قلبي حبيب قلبي أنت روحي ومنيتي وفودة آمالي وروحي وراحتي نظرت فأحييت الفؤاد نظرت فأحييت الفؤاد نظرت فأحييت الفؤاد نظرت فأحييت الفؤاد واحرموني نوم الليل لبسوني العبايا لبسوني العبايا لهم روحي لهم عيني لهم ويا قلبي لا تسلهم ويا قلبي لا تسلهم أضحى فؤادي منيرا مذ نزلوه الأحبة مذ نزلوه الأحبة أضحى فؤادي منيرا مذ نزلوه الأحبة مذ نزلوه الأحبة وصار
وصار طرفي قريرا لما إليهم تنبه لما إليهم تنبه وحبة الحب أعطاه في القرب 70 حبة في القرب 70 حبة حضرت مذ غبت فيه حضرت مذ غبت فيه حضرت مذ غبت فيه حضرت مذ غبت فيه كذا شؤون المحبة كذا شؤون المحبة أضحى فؤادي منيرا مذ نزلوه الأحبة مذ نزلوه الأحبة وصار طرفي قريرا لما إليهم تنبه لما إليهم تنبه يا وريدا بالأمر إلى شراع البحر إلى شراع البحر فالبدر يجلى ليلا فرق بروز البدر فرق بروز البدر طريقنا لله طريقنا لله لا لاكتساب الجاه لا لاكتساب الجاه عن أحمد الأواه عن أحمد الأواه إمام أهل السر إمام أهل السر طريقنا مبناه طريقنا مبناه ما فيه إلا الله ما فيه إلا الله فخذ إذا معناه فخذ إذا معناه في نظمنا والنثر في نظمنا والنثر طريقنا نخفيه طريقنا نخفيه وربنا يهديه وربنا يهديه من صح حالا فيه من صح حالا فيه لم يلتفت للغير لم يلتفت للغير هواهم لب قلبي ذائبون إنما يدري الهوى من جربا إنما يدري الهوى من جربا والأفانين التي في عشقه علمت أهل الجحود الأدب علمت أهل الجحود الأدب أنا فيهم غائب عن مشهدي صرت بين القوم فيهم عجبا يا عيني صرت بين القوم فيهم عجبا أهلي منهم كم كووا قلبا ولوبا أذهبا يا عيني كم كووا قلبا ولوبا أذهبا لو بدت لي نظرة من وجهه لو بدت لي نظرة من وجهه لملأت الكون فيها طربا لملأت الكون فيها طربا قطعت حيلتنا في حبه هكذا الله علينا كتب يا عيني هكذا الله علينا كتب كيف أنسى بين ركبان الحمى يوم قالوا يا غريبا الغربا أثبتوا لي في هواهم غربتي ذا من الغير نبا إنما هذا من الغير نبا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستمع إلى كلمة طيبة مباركة من سيد الشيخ خلدون الخطيب، فليتفضل جزاه الله عنا كل خير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن هديتنا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا أنت. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحبة، في الجمعة الماضية تحدث أخي الشيخ بشير حفظه الله حيث كان، ويسر له وللحاضرين وللمسلمين اللهم آمين، عن العزة، وذكر من جملة حديثه قولا للإمام الشعبي، فقال رضي الله عنه: درة عمر أهيب من سيف الحجاج. فساررت سيدي الشيخ بكري آنها فقلت: يا سيدي، نقل لنا عن الصالحين، لما درة عمر أهيب من سيف الحجاج؟ فساررته فقال: حدثنا ما ساررتني به على العلن في الجمعة القادمة. ولذلك وقفت بين يديكم مستمدا من أهل المدد، مستأذنا من أهل الإذن، على العهد الذي كان وسيكون، وأهل الله إذا قالوا كلمة بقيت كلمتهم نافذة إلى ما شاء الله أن يشاء. أنت تقف ونحن نتكلم. فقلت: يا سيدي، على العهد؟ قال: على العهد. أولا يا سادة، قالها سيدي الفاروق عمر علانية: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العز بغير الإسلام أذلنا الله. وقالها سيدي عمر رضي الله عنه: كنت أضل من بعير أهلي حتى هداني الله برسول الله. فسيدي عمر يستحضر الفضل الذي هو فيه، والعظمة التي هو فيها، والعزة التي هو فيها، من فضل الله عليه من خلال الإسلام ونبيه صلوات الله وسلاماته عليه. ولو تصفحنا صفحات التاريخ، تاريخ الفاروق عمر، لرأينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من موقف يستل سيفه ويقول: إذن لي يا رسول الله أن أطيح رأسه بسيفي هذا. أين كانت درة عمر في حياة رسول الله؟ لما في حياة رسول الله كان سيفا، وفي خلافته كانت درة. وما المقصود بالدرة بالكسر يا سادة؟ ما المقصود بها؟ لما ولي سيدي عمر رضي الله عنه الخلافة اتخذ الدرة. وقد نقل صاحب المغني المحتاج
في الفقه الشافعي عن الدميري عن شيوخه قال: حدثنا شيخي عن شيوخه أن درة عمر كانت من بقايا نعال سيدنا رسول الله. الآن انظروا يا سادة، العظمة والهيبة من أين ولما استخدمها عمر كشعار لخلافته؟ عمر في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم فرد له مرجعية، لم يستخدم سيفه إلا بعد استئذان: ائذن لي، ولا يأتيه الإذن. لما أصبح قائدا لم يستخدم سيفه، بل اتخذ من النعال الشريفة للحبيب نعل به عند الله نعل. اتخذ تلك النعال في جلد فصنع منها الدرة. ماذا يريد أن يقول عمر؟ قال: كان يعلو بها رأس الرجل الذي يخطئ، فكأنه يقول: هذه النعال فينبغي عليك أن تسير خلف هذه النعال، أن تسير خلف صاحبها، أن تحذو حذو النعال، أن تفعل كما كان يفعل صاحب النعل صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان يعلو حتى يقول نفس المصدر، دقق، قال: والله ما خفق عمر بدرته أحد إلا وتاب من ساعتها وما عاد لمثل ذلك الفعل. إذن كان ذلك الرجل يفهم ما المقصود بالنعل وما المقصود بخفق الدرة. وعمر بلا شك شخصيته، حزمه، صلابته، قوته تناسب الدرة. لم يتخذها أبو بكر من قبل، ولم يتخذها عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين من بعد. المسألة كما يقول أهل الطب النفسي كريزما للفاروق عمر العظيم، عمر الذي قال عنه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: ما ذكر الحق إلا وذكر عمر، وما ذكر الصالحون إلا قيل حي هل بعمر. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الحق على قلب ولسان عمر. ولما أسلم عمر، ما أورده السيوطي في تاريخ الخلفاء، نزل جبريل فقال: يا محمد، إن أهل الأرض قد استبشروا بإسلام عمر، وإن أهل السماء قد استبشروا بإسلام عمر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الهيبة التي كانت لدرة عمر لأنها مستمدة من حبيب الله ومصطفاه، صاحب الهيبة، صاحب العظمة، صاحب العز. وانظر في حياة سيد عمر أين استخدمها. المواطن كثيرة، لكن آتي بشاهدين أو ثلاثة. شاهد أول: كان سيد عمر يستخدمها لقمع البدع. فرجل جاءه وقال: يا أمير المؤمنين، حلفت على زوجتي بالطلاق 1000 مرة. فعلاه بدرته فقال: ألا يكفيك 3؟ أي يكفي 3. يريد أن يشير أن الحلف فوق 3 بدعة. وسيد عمر كما تعلمون أمضى طلاق 3 لما رأى من تهاون الناس، وأراد بخفقه بالدرة أن يرجع الرجل إلى السنة. وسيد عمر بلغه أن طليحة الأسدية قد طلقت زوجها وتزوجت آخر،
قبل أن تنقضي عدتها، فأرسل إليها فخفقها بالدرة أيضا أن ترجع إلى نهج النبوة. ودخل مرة السوق فرأى رجلا في السوق يتكلم بكلام، فعلاه عمر بالدرة، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت قد أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت قد أسأت فلم تعلمني. وإذ بعمر يعطيه الدر فيقول: خذ فاقتص مني كما خفقتك بدرتي. ماذا يريد عمر أن يقول؟ يريد أن يرجع حتى لنفسه أن رسول الله قد اقتص من نفسه يوم سواد بن غزية لما دفع إليه فقال: أوجعتني يا رسول الله. قال: خذ يا سواد فاقتص مني. إذن سيدي عمر حين يخفق بالدرة يخفقها ليرجع الناس إلى السنة. وأما رأى ولده عبد الله بن عمر. ومن عبد الله؟ والله يا سادة، عبد الله بن عمر رجل عظيم في تاريخنا ولم يعطى قدره. تخيلوا، عبد الله بن عمر هاجر مع أبيه عمر وبشر بالجنة مع أبيه عمر. في يوم أن دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشر يا عمر فأنت من أهل الجنة. فقال عبد الله ولده: وأنا يا رسول الله؟ قال: أنت بمنزلة أبيك في الجنة، بنفس المنزل. لكن رآه يوما عمر، رأى ولده مع حبه له قد لبس ثوبا وزهت نفسه، فخفقه عمر بالدرة. تخيلوا، خفقه بالدرة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، لما فعلت هذا مع عبد الله؟ قال: رأيته قد لبس ثوبا حسانا أعجبته نفسه فأردت أن أهين نفسه عندها. أراد بها التهذيب. وقالوا هذا للشيخ المربي، وقد قال لي شيخ المباشر عن سيد الشيخ بكري، وقد قالوا: لا سيدي عندك باكور، استخدم باكورتك. قال: باكورتي من شوكولاتة، بخاف أضرب فيها تنكسر ياكلوها الأحباب. هو يريد اللطف. سيدي عمر ما أراد إلا التربية لعبد الله. لما رأى أن نفسه قد زهت، وأهل الله رضوان الله عليهم ولا شك في مقدمتهم سيدي عمر هم أهل التزكية، هم أهل التربية، يريدون منك أن تكون على جادة الصواب. خفقه حتى يهين نفسه عنده ليقول له: عليك بنهج النبوة، ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما تكبر عبد إلا أذله الله. ثم يا سادة، القصة المشهورة العظيمة لسيدي عمر مع عمرو بن العاص لما جاء القبطي رجل من مصر شكى عمرو بن العاص وولده لسيدي عمر. وقع سباق بينهما، فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص فعلاه بصوته وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فبكى الرجل وجاء لعمر فشكاه، فكتب سيدي عمر لعمرو بن العاص أن يأتيه وولده. فلما دخلا عليه قال: أين القبطي؟ قال: ها أنا. قال: تكلم. فتكلم فأقر الولد وعمر، فناوله عمر الدرة، ناوله الدرة وقال: اضرب بها ابن الأكرمين. فضربه، ثم قال: اعلي بها على صلعة أبيه. قال: يا أمير المؤمنين، إنما الذي ضربني ولده وقد أخذت حقي.
قال: ما ضربك إلا بسلطان أبيه. ثم توجه لعمرو فقال كلمته المشهورة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أراد أن يقول عمر لم يستخدم درته ليسطو على الضعفاء ولا على المظلومين، بل لينصف الضعفاء والمظلومين. أراد أن يقول له: يا عمرو، إن الله ابتعث صاحب هذه الدرة، صاحب هذه النعال، ليخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة رب العباد، ليخرجهم من العبودية للبشر إلى العبودية لرب البشر جل جلاله. وأضحت هذه الكلمة للفاروق عمر نبراس هداية. ثم أقول أخيرا يا سادة: إذا أردنا العز فعزنا بالله، وعزنا برسول الله، وعزنا بطاعتنا لله، وعزنا بهذا الدين. وهذا الذي قاله وترجمه سيد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في حياته، في سيرته، في مواقفه، في كل ما كان عليه. ورحم الله سيد ابن عطاء الله حين دعا بهذا الدعاء فقال: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم لنحظى بالسير على هذا الخط المستقيم وعلى هذا الصراط القويم، وأن يرزقنا متابعة سيد المرسلين صلوات الله وسلاماته عليهم أجمعين. وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ألفنا وجوها كلها المجد والهدى وحسن المعاني والمكارم والبذل. ألفنا وجوها كلها المجد والهدى وحسن المعاني والمكارم والبذل. وجوه رعاها الله جلبابها الحياء وشيمتها الإحسان والقول والفعل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجوه كساها الله آثار قدسه لحرمتها ينهل في العالم الطل. وجوه إذا المهموم أبصر نورها تباعد عنه الهم وانكشف الذل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا المقطوع أم شموسها له بعد سوء القطع يتصل الحبل. ألا يا شموسا لألأت في قلوبنا، ألا ألا يا شموسا لألأت في قلوبنا ومطلعها عن كل شارقة يعلو. أذيبوا بقايانا لنفنى تولها وفي كل هذا سادتي لكم الفضل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فمن نحن لولاكم وأنتم حياتنا ومتنا بكم والموت في حبكم يحلو فمن نحن لولاكم وأنتم حياتنا ومتنا بكم والموت في حبكم يحلو فيا قصدنا في أول ثم آخر فما بعدكم بعد ولا قبلكم قبل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عرفنا لكم معروفكم طول عمرنا عرفنا لكم معروفكم طول عمرنا ومن شؤم حال القلب أن ينكر الفضل سنشكركم يا سادتي قربا وبعدا مدى المدى فأنتم لهذا الشكر بعد الثناء أهلوا ألا فاذكرونا عند أعتاب بابكم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألا فاذكرونا عند أعتاب وإن هي عن أمثالنا دائما تعلو وما أنا إلا عبد خدام عبدكم ولكن على شكل البناء ينسج الظل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سرنا على شطط النوى بجمالكم ولنا قلوب تحت ظل نعالكم. سرنا على شطط النوى بجمالكم ولنا قلوب تحت ظل نعالكم برقيق عطر زارنا من حالكم. يا سادتي هل يخطرن ببالكم من ليس يخطر غيركم في باله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضنا لأجلكم على الضلعين حن والقلب منه يا أهيل الحي أنتم أولو الإحسان والفعل الحسن. حاشاكم حاشاكم والله حاشاكم أن تغفلوا عن حال من هو غافل في حبكم عن حاله. لولاك يا من تسامى فيما الهوى وعلى ما نرى الهياما
بحق يا رسول الله إلى سواك حراما لولاك يا من تسامى يا رسول الله فيما الهوى وعلما نار الهيام بحق يا رسول الله إلى سواك حراما نار الهيام بحق يا رسول الله إلى سواك حراما بباب عزك ذلا يا رسول الله على الثرى نتراما ذبنا لديك خشوعا وقد ذرينا اضطراما لنا بقربك وقت مضى فلو وداما بدا لنا فيه سرا لما رأينا الخياما لولاك يا من تسامى يا رسول الله فيما الهوى وعلما نار الهيام بحق يا رسول الله إلى سواك حراما أعد علينا حنانا حال اللقاء السلاما أعد علينا حنانا يا رسول الله حال اللقاء السلاما وحي رجالا تراها باتت إليك هياما دموعها بانهدار تروي البقاع انسجاما فهل بكت وهي موتى لولاك يا من تسامى لا تشاور لا تسرا كل هذا الكون زائل حجب للعين قامت منه ضنات بالقلاق كم نبي وولي وجبان ومقاتل وهاب وطورا وراحوا تحت أطباق الجناديل ذهب القوم أولو المجد الأعزاء الأماثل ومضت ولهف قلبي معهم تلك الشمال الله لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل سلمي الأمر إلى الله ودعوى صمت فيل وارفعي الأمر إليه
والذي قدر حاصل ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل ثق به واترك سواه واربطا فيه الوسائل وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل عرفوا الله وحقا ما خلا الله فباطل لا تفارقهم فما فارق أهل الحق عاقل أقبل الساقي علينا قدم الكأس إلينا فاحتسينا وارتوينا من كؤوس الهاشمية الله 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 ما لنا مولى سوى الله ما لنا مولى سوى الله صاحي فاغنى من معاشا كم ميت آتاه معاشا صاحي فاغنى من معاشا كم ميت آتاه معاشا حاشا أن يخيب حاشا من أتى بصدق النية الله 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 ما لنا مولى سوى الله ما لنا مولى سوى الله يا هنا قلبي وعيني يا حياتي بعد حيني بعد إبعادي وعيني ردنا الله إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عش هنيئا يا فؤادي وتملأ بالمراد عش هنيئا يا فؤادي وتملأ بالمراد ليس هذا باجتهادي إنما الفضل من الله يا من عقدت طفلا في حبه يميني يا عيني في حبه يميني وما فرشت إلا لحسنه جميلي يا عيني لحسنه جميلي قمرية بالسدع فرط الهوى تستدعي يا عيني فرط الهوى تستدعي جودتها بالدمع ما قد جرى يكفيني يا عيني ما قد جرى يكفيني ما راحتي ما راحتي
إلا لقى الأحباب إلا لقى الأحباب هم سادتي هم سادتي الله عيشي بهم قطاب عيشي بهم قطاب عيشي يا طيب عيشي يا طيب وينجلي كربي وينجلي كربي الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليست تذل النفس إلا لمن تهوى فلا تحوجها للسؤال لغيركم فتسألوا من يسوى ومن لم يكن يسوى على الباب عبد من عبيدك وقفون على الباب عبد من عبيدك وقفون على الباب عبد من عبيدك وقفون كثير الخطايا مذنب يرتدي العفو وأنت الكريم لا يضام نازلكم وحاشا نازل الحي يظلم ولا يروى الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله يا رب به وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى ليدي يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللهم اجعل منهم يا رب. تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات
جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم. بنية القبول والتوفيق والشفاء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بذاتك وصفاتك وأسمائك وأفعالك، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد حبيبك ومصطفاك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم يوم الدين، ولا تفرقنا من هذا المجلس إلا وقد رضيت علينا. اللهم اجعلنا نأتمر بأمرك ونأمر بأمرك وننتهي بنهيك
ونهدي بهديك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وعملا في الدين، وزدنا طاعة وقربا منك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، واجعلنا كل من دعا إليك خير الجزاء، واجعلنا من دعاة الخير ولا تجعلنا من دعاة الشر. اللهم استر أعراضنا، فرج همومنا، ويسر أمورنا، وشاف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعلنا شيوخنا خيرا، واجعلنا منشدين خيرا، واجعلنا الذاكرين خيرا، واجعلنا من الذاكرين المذكورين عندك في الملأ الأعلى. اللهم اذكرنا عندك في الملأ الأعلى. اللهم اجعلنا دائما موفقين لطاعتك، ومقربين لحضرتك، ومقربين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حالاتنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا يا مولانا شر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشغلنا بك عن سواك، ولا تشغلنا بسواك عنك يا أرحم الراحمين. اجعل الدنيا خادمة لنا ولا تجعلنا خادمين لها. اللهم اجعلنا في جيوبنا ولا تجعلنا في قلوبنا. اللهم اجعلنا مطية لنا ولا تجعلنا غاية لنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، انفعنا بعبادك الصالحين الحاضرين والغائبين والماضين والآتين بعدنا يا أرحم الراحمين. أحسن لنا البدايات والنهايات، واجعلنا دائما نحب الخيرات لنا ولغيرنا، نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا، ونكره الشر لغيرنا كما نكرهه لأنفسنا. اللهم أصلح فيما بيننا وبينك، أصلح في بيننا وبين الناس، واجعلنا متحابين فيك، متآلفين فيك، متزاورين فيك، متبادلين فيك يا أرحم الراحمين. اجعلنا دائما لك لا لغيرك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر الله لنا ولوالدينا ولشيوخنا وأبنائنا وذرياتنا، ولكل من أحببناه في الله وأحبنا في الله، ولكل من دعا إليك وذكرك وأحبك وقرأ كلامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.